السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ نوارة. نترجى من الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم طاجين ديال اللحم البقري بالبرقوق والبيض. سهل صراحة في التحضير. دوزو نشوفوا الطريقة والمقادير ديال هاد الطاجين. كنحتاجو لهاد الطاجين عندنا اللحم الكمية اللي بغيتو، بصلة، زعفران شعرة، برقوق، قرفة عود. اول حاجه كناخد الكميه اللي غنطيب ديال اللحم. بالنسبه للحم كيكون اللحم نوعيه جيده، تقدروا ديروا الغنمي ولا البقري. هنا انا درت البقري كنديرو في الطاجين. وكنضيف البصله اللي قطعتها طريفات. تقدروا ديروا 2 بصلات كبار ولا 3 البصلات صغار كما درت انا. درت 3 ديال البصلات قطعتهم هكا مشنفين. كنضيف العطريه. بالنسبه للعطريه درت كما قلت لكم، نعاود نذكرهم معكم، درت الملح وشويه ديال السكنجبير وخرقوم عرق وقعقله اللي طحنت واحد راس معلقه حتى هي. هادو هما المكونات اللي غندير. كناخد داك زعفران شعره وكنديرو في واحد الكاس ديال الماء اللي يكون طايب وكنخليه حتى كيطلق. كنصب شويه في الاول هذاك الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران هو باش غنبقى نروي. كما كتلاحظوا ضفت واحد الكميه. وغنضيف نضيف زيت المائده حتى هي. تقدروا ديروا زيت الزيتون. صافي كنخلي هاد المكونات كيتشحروا ليا ونرجع معكم ان شاء الله من بعد ما يتشحروا ليا هاد المكونات. كما كتلاحظوا الطاجين راه بدا يتقلى ليا اللحم ديالي كما كتشوفوا. دابا غندوز نقلب في اللحم باش يدخل ليا ليه الطياب. بالنسبه لهنايا راني ضفت دوك العويدات ديال القرفه كما كتلاحظوا. غنضيف دابا شويه ديال الماء، غنزيد نروي بداك الماء اللي بقى ليا اللي فيه الزعفران شعره، وغنغطي على الطاجين وغنخليه كيطيب بالمهل. من الاحسن تكون البوطه ناقصه بزاف ولا نديرو على المجمر يطيب غير بشويه. دابا غندوزو باش نفتحو على الطاجين ديالنا باش نشوفو ديك المريقه واش تخترات وداك اللحم واش طايب. كما كتلاحظوا الطاجين ها هو راه وجد. دوك اللحمات طابو، ديك المريقه راها بدات كتعقد. دابا غندوزو باش نوجدو داك البرقوق اللي غنزينو به الطاجين ديالنا. كنجيب واحد الكاسرونه وكنضيف فيها شويه ديال البرقوق الكميه اللي بغينا. كندير واحد المعلقه ونص ديال السنيده وعود ديال القريفه. كنخليهم كيطبخوا فوق البوطه حتى كيبدا يعقد ليا داك العسل اولا داك البريقه ديال البرقوق وكيتنفخ. وغندوزو باش نزينو بها الطاجين ديالنا. من بعد ما استفدت داك البرقوق على اللحم كما كتلاحظوا داك العويد ديال القرفه زينت به الطاجين. غناخد واحد 2 معالق 3 ديال داك البلول ديال البرقوق اللي طيبته فيه وغنضيفه في الطاجين كيعطينا واحد المذاق زوين. ودابا غندوز في هاد الاثناء راني سلقت البيض وغنديرو حتى هو غنزين به الطاجين. غنسد على الطاجين وغنخليه يطيب غير شويه على ما تعقد ليا تاني ديك المريقه مزيان وندوزو باش نقدموه. وهذه هي المرحله الاخيره. الطاجين هو وجد ليا كما كتلاحظوا. ديك المرقه عقدت ليا مزيان. دابا غندوز باش غنزينو بالبيض مسلوق اللي قطعته على 2. كتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو
صافي كنضيف داك البيض المسلوق وكنزين بشويه ديال الجنجلان، وكندير على داك البيض خويطات ديال زعفران شعره كيعطيو حتى هما واحد الديكور، واحد المذاق حتى هما زوين في الطاجين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الوصفه، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، بالصحه والراحه.